جمهوره من أكثر الجماهير شغفاً بكرة القدم، كما أنه موطن لواحد من أشرس الديربيات في العالم، ديربي الوداد والرجاء. أهلا بكم في المغرب، البلد العاشق لكرة القدم حتى النخاع. حنا دابا تقريبا كما قلنا المغاربه تيموتوا على الكره، دونك ما يمكنش بحال دابا شي واحد معاه تكون عنده دابا 30 40 عام وتسول تقول له واش لعبتي كره في صغرك، يقول لك ما لعبتش. كلشي لعب كره، الكره تقريبا هي الاولى، الكره تقريبا هي الرياضه الشعبيه في المغرب كامل. ديربي البيضاء بين الوداد والرجاء مسرح لأفضل التيفوهات وموعد تتوقف فيه عقارب الساعة. الديربي شي حاجه اللي مقدسه بالنسبه لينا، اللي تتوقف فيها الوقت تيوقف. بحال تقول واحد المعركه من الصغر، احنا كنبغيوها ديما تكون معركه حبيه بين الجمهور، ولكن كتبقى الراجح احسن من الوداد. الشغف بكرة القدم في المغرب لم يعد يقتصر على الرجال، بل امتد أيضا لكرة القدم النسائية التي أصبحت رائدة إفريقيا وعربيا. كنشوفوا بأن إن شاء الله كرة قدم مغربية غتقول الكلمة ديالها من هنا لقدام. طنجة عروس الشمال وجسر بين إفريقيا وأوروبا. هنا وصل الأسود زائرهم بعد مونديال قطر، وألحقوا هزيمة تاريخية بمنتخب السامبا. وبرازيل ايربورت ذيس واي. بعد النجاح المذهل للمغرب في كأس العالم 2022 بلغ شغف المغاربة بكرة القدم أعلى المستويات. وليد الركراكي تمكن من كسب رهان صعب بعد توليه تدريب الأسود قبل 3 أشهر فقط من انطلاق المونديال. كانت مهمته الأساسية إعادة الدفء إلى المنتخب المغربي وبث روح جديدة فيه. لاحظنا ان اللاعبين انسجموا بيناتهم عائله وحده، بالعكس ولاو عائله وحده، ولا تفكير واحد، ولاو منسجمين، ولاو كيدخلوا لارضيه الملعب وكانهم شخص واحد. معظم لاعبي المنتخب المغربي الذين شاركوا في مونديال قطر ولدوا وتربوا في أوروبا، رغم ذلك أظهروا روحا وطنية عالية وعبروا عن افتخارهم بأصولهم المغربية، كما أنهم أحيوا قيما مجتمعية افتقدتها ملاعب كرة القدم منذ مدة. هذا المشهد الرائع اكتمل بالحضور المميز للجماهير المغربية في قطر، والتي أصبحت حديث العالم بحماسها الكبير وتنوعها وألوانها. الشغف ديالنا راه قدرتوا تشوفوه في قطر 2022، قدرتوا تشوفوا شنو هو البيبليك ديال المغرب وشنو هو الجمهور ديال المغرب وقداش المغرب تيبغي كره. بدأ مسار المنتخب المغربي يشهد تغييرا جذريا منذ عام 2009 عندما قام الاتحاد المغربي بإصلاح هياكل كرة القدم وتطوير الفئة الصاعدة. بقيادة رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع زادت الاستثمارات في البنيات التحتية، بما في ذلك إنشاء مركب محمد السادس لكرة القدم البالغ قيمته 70 مليون دولار، والذي يعد أحد أبرز المنشآت الرياضية بالعالم. كل هذه العوامل ساعدت وليد الركراكي على التألق إلى جانب خططه التكتيكية المحكمة المعتمدة على دفاع متماسك وإغلاق منافذ اللعب على الخصوم. وبعد نجاح أسود الأطلس في قطر هناك تفاؤل كبير بأن يواصل المنتخب المغربي تألقه إفريقيا وعالميا أيضا. وقبل التحديات المقبلة لمنتخب الرجال هناك فريق آخر مصمم على تعزيز سمعة المغرب المشرفة كرويا، يتعلق الأمر بمنتخب النساء. الرباط عاصمة المملكة، أكثر من 50,000 مشجع ملأوا ملعب مولاي عبد الله خلال نهائي كأس إفريقيا 2022. كان هذا رقما قياسيا في تاريخ كرة القدم النسائية المغربية، وبالرغم من خسارة لبؤات الأطلس في النهائي إلا أن التأهل لكأس العالم يعتبر تحولا هائلا لكرة القدم النسائية بالمغرب. الحمد لله احنا في هذيك لاكوب دافريك قدرنا نغيروا النظرة ديال المجتمع للكرة النسوية في المغرب، والناس جاو تفرجوا واستمتعوا معنا وشجعونا. غزلان الشباك كانت نجمة تلك البطولة وأحرزت لقب أفضل هدافة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. استطاعت لبؤات الأطلس في تلك البطولة قلب كل الموازين وإلحاق الهزيمة بالمنتخب النيجيري القوي وبلوغ المباراة النهائية.
الرهان المقبل وهو كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، سيكون المغرب أول دولة عربية تشارك في البطولة. غادي لا كوب دي موند غير باش نشاركوا، وانما حتى حنا بغينا ننافسوا، بغينا عاوتاني نحققوا واحد ليكسبلوا اللي ما عاوتاني ما داروا حتى شي فريق اخر، هو التأهل من الدور الاول. دونك هذا هو الدور الثاني، دونك هذا هو التركيز ديالنا الاول ان شاء الله. اتحاد كرة القدم بالمغرب له الفضل أيضا في التقدم الذي تشهده كرة القدم النسائية، ففي عام 2020 أطلق الاتحاد خطة جديدة لتطوير كرة القدم النسائية تضمنت مجموعة من الإجراءات، منها إعادة هيكلة الدوري المغربي للسيدات في قسميه الأول والثاني، وتوفير دعم مباشر للاعبات والأطقم الفنية بالفرق النسائية. يعد فريق الجيش الملكي للسيدات رائدا في كرة القدم النسائية، ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما أيضا على الصعيد العربي والإفريقي. ففريق زعيمات الأندية المغربية كما يلقب هو أول فريق مغربي وعربي يفوز بدوري أبطال إفريقيا. يضم الفريق العسكري أيضا في صفوفه حوالي 10 لاعبات يلعبن للمنتخب المغربي. يعني احنا بالنسبه لنا خدينا على عاتق ديالنا اننا نخدموا كره القدم النسائيه، واننا نكونوا قطره كره القدم النسائيه في المغرب. الحمد لله النتيجه وصلنا لها، والفرق الاخرى كلها راه بدات كتاخذ المثال من الجيش الملكي. ومثل معظم البلدان تواجه كرة القدم النسائية في المغرب العديد من التحديات، ولكن الأمور بدأت تتغير للأفضل. شحال من واحد دابا ولا تيشوف تقريبا اكسبتي تقدر بنت خالته ولا اختو كتلعب كره، كتجي حاجه عاديه. سي فري توجور داك القضيه انا وي شفتو في صحابو ولا دربهم، ودابا تخلي اختك تلعب كره وانت ماشي راجل. المغاربه دايرين بحال هكا، ولكن جوبونس الامور هادو كتيفولي. غزلان الشباك هي واحدة من المحظوظات بين بنات جيلها. والدها العربي الشباك كان لاعبا دوليا مغربيا وشجعها على تحقيق حلمها بأن تصبح لاعبة محترفة. البنت كتلعب الكره، وكانوا العائله ديالها كانوا متخوفين من هاد، ما قدروش يعني كنقولوا يمشيو مع البنت ديالهم في الموهبه ديالها، ومنعوها على الهضره ديال الناس ولا لا ما خاصكيش تلعبي الكره وهذا. دونك ماشي كاملين الناس بحالي لقاو المسانده من الاهل ديالهم، لا بالعكس كانوا بزاف ديال المواهب اللي ضاعوا بسبب هذه النظره هذه، وبسبب العائله ما خلاتهمش. لا تزال تلك الآراء تشكل تحديا في المدن المحافظة مثل وزان الواقعة في الشمال الغربي للمغرب. مدينة وزان مدينة صغيرة في حجمها، لكن الشغف بكرة القدم فيها كبير، سواء يتعلق الأمر بالشباب أم بالشابات. تسخر فدوى شرنان كل إمكانياتها لخدمة فريق شابات أمل وزان. واجهت عقبات خلال مسيرتها كلاعبة وكمدربة. كمدينه صغيره محافظه ما كانش مقبول، ما كانش عادي ان الوالدين يخليو بنيتات ديالهم يجيو يلعبوا الكره. كان البنت في ذاك الوقت غير جرات كيتسمى راك رعيب، شي تيري رعيب، كاين الولاد هما اللي يلعبوا. الآن تغير الوضع بعد أن أصبحت كرة القدم النسائية بالمغرب مصدر رزق للكثير من الفتيات. الأغلبية ديال اللاعبات فهما مطابقات على قد الحال، قليل اللي كتلقى الوالدين ديالهم ميسرين. ملي كنهضروا على الطاقم التقني كاين شباب كانوا عاطلين كيخدموا بالمجان، دابا حاليا عندهم واحد الدخل قر تيخدموا به على الاسر ديالهم. وكما كتعرفوا مدينه وزان واحد المدينه اللي هي صغيره، ما فيها لا شركات، ما فيها لا فرص عمل لا والو. يعتبر كأس العالم 2023 فرصة جديدة لتعزيز حضور كرة القدم النسائية في المجتمع المغربي، كما أن الاستثمار في الفئات الشابة سيضمن للمغرب جيلا جديدا من المواهب لمواصلة التألق. حلم أنني نتقدم للمستقبل، أنا غادي تعاوني في المستقبل إلا كملت فيها. نكون واحد لاعبة كبيرة ونكون كنلعب مع فرق مزيونة ونكبر وأنا باقي كنلعب ونرجع أحسن هيك. أنا بالنسبة لي كيبان لي أنا التغيير غادي يكون تقريبا من بعد كأس العالم ديال أستراليا ونيوزيلندا. مثل ما كان عليه الحال في بطولة إفريقيا الأخيرة، يتوقع أن يكون الجمهور أيضا حافزا كبيرا للبؤات الأطلس في مغامرتهن العالمية. كنشوف واحد الحب كبير من طرف الجمهور، وهذا كيسعدنا أكيد وكيعطينا كي كنقول لك واحد لا موتيفاسيون باش نزيدوا اللي ما كيراهن عليه حتى شي واحد في الأول، من بعد كيفاجئ الجميع. وبالطبع لن يكون نجاح كرة القدم المغربية سواء للرجال أو للنساء
ممكنا دون الشغف العارم للمغاربة بكرة القدم والمشهد الجماهيري الفريد الذي يقدمونه. الدار البيضاء، إنه الأسبوع الأول من شهر رمضان. الجماهير تتسابق للوصول إلى ملعب محمد الخامس للإفطار معا، ما يعكس مدى ارتباط كرة القدم بالثقافة وبالمجتمع المغربي. Je pense que le Maroc est aussi fou du football parce que c'est une tradition, une culture. المغاربة مزيودة معنا الكرة من الصغر، حيث عائلاتنا الكرة عندنا شي حاجة بحال تقول من العائلة من الصغر. لا يمكن الحديث عن كرة القدم بالمغرب دون الحديث عن الوداد والرجاء. وداد الأمة ورجاء الشعب كما يلقبان. تأسس الوداد عام 1937 وبعدها ب10 سنوات رأى فريق الرجاء النور بحي درب السلطان. يشترك الناديان في ملعب محمد الخامس. تتمركز جماهير الوداد في المدرج الشمالي، فيما تحتل جماهير الرجاء المدرج الجنوبي. الديربي شي حاجه اللي مقدسه بالنسبه لينا، اللي تتوقف فيها الوقت تيوقف في كازابلانكا ولا في المغرب كامل. جمهور شعبيه نحسوا براسنا نادي الشعب فهمتي، ما كاينش الكلام ديال واحد كبير واحد صغير، واحد طبقه غني واحد طبقه فقيره، كلشي ميم برانسيب غاديين. نشأت مجموعات الأولتراس في المغرب من خلال هذين الناديين. في 2005 أسس أنصار الرجاء أولتراس جرين بويز. بضعة أشهر بعد ذلك ظهر أولتراس الوينرز على يد شباب متيمين بعشق الوداد، لتنطلق بعدها مجموعات أولتراس أخرى في أنحاء البلاد. الالترا تقريبا جابت شي حاجه جديده للمجتمع. تقريبا الالترا بحال نقولوا حلات واحد الباب للشباب المغربي باش يلقى راسو. تقريبا اي واحد يلقى بلاصتو في الالترا، ماشي بحال تدخل شي حزب سياسي ولا شي جمعيه. هذا هو خلقات واحد الجو تقريبا ديال الالفه الاجتماعيه دارتها الالترات. وتقريبا كاين واحد الكوطي ديال التنشئه الاجتماعيه كتلقاها حتى في الالترات. يعني تقريبا الانسان تيلقى راسو تيقدر انه يبدع، تيقدر يعيب حالو، تيشبهوا ليه، عنده تقريبا نفس العلاج، نفس الثقافه، نفس المستوى الدراسي. على الرغم من المظهر اللامع الذي يبهر السياح من جميع أنحاء العالم، إلا أن المغاربة اليوم يواجهون صعوبات في التعامل مع التضخم والبطالة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء. وتبقى كرة القدم في المغرب وسيلة للترويح عن النفس والتعبير عن الذات. الكره كتعمر الوقت. بحال دابا ماتش ديال الكره فيه 90 دقيقه، ولكن ما فيش غير 90 دقيقه. تقريبا كاين دوك لي ديسكوسيون بعد كيبقى يدوي، يقدر الانسان يبقى يدوي من بعد الماتش هو ساده، مثلا نقول ماتش 7-7، ولكن كتبقى لي ديسكوسيون تابعين، كيتناقشوا في الزنقه، في القهوه، في الدار، حتى في لي فوروم في الانترنت. انا في لي فوروم ديال الديسكوسيون دي ريزو سوسيو كتبقى بدا تيدوي على الكره. من خلال أغانيهم المتقنة وتيفوهاتهم المعقدة أصبح بإمكان أولتراس المغرب منافسة أي حركة أولتراس أخرى في العالم. جماهير فريق الرجاء البيضاوي كتنافس راسها، كتنافس الذات ديالها في كل امتحان. كنحاولوا نقدموا واحد الإضافة. الجمهور ديال الوداد وسيرتو الفاصيل الوينرز تيرسموا لها واحد جميله، تيديروا تيفوات كبار، ديما تيعمروا لي ستاد، فين مشات الفرقه تيمشيو معاها. مجموعات الأولتراس بالمغرب لا يزال يهيمن عليها الذكور بشكل كبير، وهي مشكلة عالمية تقريبا. رغم ذلك لا تتوانى هذه الجماهير في دعم كرة القدم النسائية بالمغرب. C'est une chose incroyable que les femmes soient aussi reconnues dans le monde du football, surtout dans un pays arabe où la place de la femme a souvent été critiquée. Et je vois une évolution dans mon pays et je suis très fière de ce que mon pays est devenu. إلا داروا لنا شي فيزا والله تمشيو خويا أستراليا الله مكذب. مع الدعم اللامشروط من الجماهير المغربية لمنتخباتها الوطنية والنتائج المبهرة للمنتخب المغربي في قطر، أصبحت الطموحات في المغرب لا تعرف الحدود.
والرهان المقبل لكرة القدم الرجالية بالمغرب هو استضافة بطولة الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. الحمد لله عندنا دابا عندنا واحد لا ستركتور اللي كبيره بزاف، عندنا دي ستاد اللي كبارين. تنحلموا اننا ننظموا كاس العالم، وان شاء الله الى تلعب المونديال في المغرب فالكاس العالم غادي يكون مغربي بالفضل ديال هاد اللاعبين اللي كنشكروهم بزاف، وكذلك الفضل كيرجع لهذا الجمهور هذا. وبالنسبة للمنتخب النسائي فمن المتوقع أن تجلب مشاركتهن في كأس العالم 2023 المزيد من البريق لكرة القدم النسائية بالمغرب. وكنتمناو يعني داكشي ما غاديش يجي يعني بواحد الظرفيه اللي واجهه، مي الحمد لله كاينه الخدمه، كاين واحد لو شونجمون، كنشوفوا بان ان شاء الله كرة القدم المغربيه غتقول الكلمه ديالها من هنا لقدام. تحول المغرب الذي يتمتع بسمعة حسنة فيما يخص حقوق المرأة إلى نموذج جيد في تطوير كرة القدم النسائية على الصعيد العربي. أظن أن الاهتمام دائما كيولد النجاح. الوقت اللي المنتخبات أو الاتحادات العربية تعطي الاهتمام ديالها لكرة القدم النسائية بشكل جدي وتصدير برنامج، كون أكيد بأننا كنا غادي نكونوا في النمط وغادي نكونوا كلنا ناجحين. فقط هناك خاص اهتمام وإعطاء قيمة للنساء الممارسات في كرة القدم من أجل حصد هذه النتائج. ويبدو أن كل الإمكانيات متاحة أمام لبؤة الأطلس مستقبلا للتقدم في سلم كرة القدم النسائية العالمية. غير يخدموا ويجتهدوا وإن شاء الله الطريق راه غدا وكتقاد، وكنتمنوا إن شاء الله نشوفوا حتى حنا جيل آخر اللي عيشنا بزاف ديال الفرحات، وحتى حنايا واحد النهار ناخذوا كأس العالم وناخذوا كأس إفريقيا، لما لا. طموح يبقى مشروعا خاصة بعد تألق الأسود في قطر وشغف المغاربة الكبير بالساحرة المستديرة.